كلمة جامعة مختصرة لإخواننا المجاهدين على أرض غزة. هما نتيجتان سيحققهما الله سبحانه وتعالى على أيديكم. أما النتيجة الأولى فهي النصر، ولكأني أرى هذا النصر بعيني ببصري لا ببصيرتي فقط. وأما النتيجة الثانية فهي تعرية المنافقين الذين كم وكم اختلطت أوراقهم مع أوراق المسلمين الصادقين في عالمنا العربي والإسلامي. هذه المحنة ستبرز وستعري المنافقين، ولسوف تنهي كل القوى التي كانوا إلى اليوم يعتمدون عليها ويخدعون إخوانهم وشعوبهم بها. هاتان النتيجتان في ظاهرهما محنة كما قلت الآن، لكنهما في النتيجة منحة من منح الله عز وجل. وأنتم أيها الإخوة في غزة لا تستقلوا ثمن النصر. النصر غالي والشهادة غالية جدا جدا، لا بد من ثمن يقدم. وأنا على يقين أنكم بمقدار ما تقدمون من الشهداء بمقدار ما يكون النصر قريبا منكم، واعتمادنا في هذا. طبعا الأسباب والعدد لا بد منها، ولكن الاعتماد ليس على قوة مادية، ولكن الاعتماد على الإله الذي تستنصرون به وتستنزلون النصر من عليائه. غزة وآل غزة ووجود الإخوة الفلسطينيين الشرفاء الذين يصمدون ويتمسكون بالعهد، هؤلاء مادة بشرى للأمة كلها. لا أقول القضية الفلسطينية، للقضية الإنسانية والإسلامية والعربية كلها. الذي أقوله لهم ما قد قلته الآن، أنا أقدم لهم عزاء من آيتين قلت في كتاب الله عز وجل يثلجان الصدر. إحداهما قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لكأني أرى هذا الكلام يخاطب الله به عباده أهل غزة وأمثالهم، يقول لا تحزنوا. نعم، هكذا يقول الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على قلبه، سينزلن السكينة على قلوب هؤلاء المجاهدين. أما هؤلاء الآخرون الذين تساقطت أقنعة الإسلام من على وجوههم، فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية قبل أن يفوت الأوان. وأما إن شاء الله سبحانه وتعالى لهم أن يستمروا على نهجهم، فلسوف تطهر أرضنا الإسلامية من خياناتهم.